السلام عليكم، أنا رحمة ناجي رجعت لكم بفيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم. أنا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وبتدعمني. يلا بينا نشوف الطريقة. هنحتاج كوباية دقيق وهننخلها، وهنحط على كوباية الدقيق دي رشة ملح، وهنحتاج من نص كوباية لكوباية مية دافية. هنفضل نزود واحدة واحدة مية لغاية ما تتكون معانا عجينة. ممكن متاخدش معانا نص كوباية، كل نوع دقيق وبيحتاج المية بتاعته. يعني ممكن تحتاج منكم مية اكتر، ممكن مية اقل. انتوا تفضلوا زودوا في مية لغاية تتكون معاكم كتلة واحدة. هنفضل نعجن فيها لمدة 5 دقايق. بص انا كنت هنا بحط كل شوية شوية مية صغيرين جدا، يعني ما بحطش كتير عشان ما تحتاجش مني دقيق تاني. وفضلت اعجن فيها لغاية ما اتلمت معايا وبقت كتلة واحدة كده. وهنا لميتها كلها. هتفضلوا تعجنوا فيها زي ما انا بعمل كده لمدة 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، لغاية ما تبقى ملساء معاكم وما تحتاجش عجن تاني. بصوا طرية ازاي. هنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق و5 دقايق، هي مفيهاش خميرة عشان تخمر. دي زبدة سيحتها على النار عشان هفرد بيها. ممكن برضو تفردوا بالسمنة العادية، مش شرط تكون زبدة، ممكن بالسمنة البلدي هتبقى تحفة طبعا. انا العجينة دي عملت معايا فطرتين وسط، مش كبار قوي ولا صغيرين قوي. كانت كل كورة بعملها بحط عليها من فوق الوش كده شوية زبدة واسيبها ترتاح شوية. برضو بسيبها لمدة 5 دقايق عشان خاطر ما تقاومنيش وانا بفردها. بعدين اخدت اول واحدة عملتها، خدتها وفردتها نص فردة كده، واحط عليها شوية زبدة وافردها تاني وسبتها برضو ترتاح شوية. عقبال ما خدت التانية وفردتها برضو بالسمك دوت. انا همسك اول واحدة اللي انا كنت عاملاها، هفضل افردها كويس جدا لغاية ما تبقى خفيفة معانا، يعني تبقى شفافة ما تبقاش تخينة خالص. انا عايزاكم تفردوا فيها على قد ما تقدروا. بص فضلت افرد فيها لغاية بس ما بقت معانا شفافة خالص. انا عايزاكم على قد ما تقدروا تفردوا فيها وتقدروا تمسكوها كده وتمطوها. حتى لو اتقطعت منكم واحنا بنطبقها هتتدارى عادي جدا. بص هي كده اتفردت معايا خالص. هطبقها ازاي؟ هجيب الحتة دي واجيبها في النص، وبعد كده الحتة التانية قصادها، وافضل اقفل فيها كده. هعملها على شكل مربع زي ما انتوا هتشوفوها كده. وبعد كده هفضل اتك عليها بايديا لغاية ما تتفرد معايا. برضو عايزاه يبقى سمكها رفيع، يعني بعد ما انا ربعتها كده هعملها بالنشابة لغاية ما تبقى سمكها رفيع جدا، على قد ما تقدروا رفعوا فيها. برضو مسكت التانية بعد ما ارتاحت شوية، برضو فردتها زيها وحطيت زبدة او سمنة على حسب ما انتوا عندكم. وفضلت افرد فيها وبرضو دخلت تحتيها الهوا لغاية ما اتفردت معايا خالص. بعد كده طبقتها بنفس الطريقة اللي انا طبقت بيها الاولانية. جبت الحتة دي في النص وبعد كده الحتة التانية قصادها، والحتة التانية برضو قصادها لغاية ما اتربعت معايا خالص. مسكتها وفردتها بالنشابة زي الاولانية بالظبط. بعد كده جبت طاسة على النار، حطيت فيها حتة زبدة او سمنة، وكان اللبن محطوط برضو بسخنه على النار اللي انا هسقيها بيها. وسبت الزبدة على النار لغاية ما سخنت جدا، رحت نازلة بيها بالفطيرة على طول. ما تسيبوش الزبدة تتحرق منكم، يعني لمجرد ما هي تسخن تقوموا منزلين على طول الفطيرة. وهفضل اتك عليها كده بسباتيولا او اي حاجة عندكم بالمعلقة. هنفضل نتك عليها كده لغاية ما تنتفخ من جوه. يعني انا كنت بساعدها ليه تنتفخ كلها من جوه عشان تبقى مورقة. بعد كده هسيبها من هنا 5 ثواني وهقلبها على الوش التاني برضو 5 ثواني. عطتني بص اللون دوت، انا عايزاه تغمق سنة. فهفضل هقلب فيها من هنا لهنا لغاية ما اوصل للون اللي انا عايزاه. بص اتحمرت ازاي، برضو هحمرها من الناحية التانية نفس الطريقة دي.
وبعدين طلعتها وبرضو التانية حطيت حتة زبدة على النار ورحت منزلة فيها الفطيرة لغاية ما وصلت لدرجة اللون دوت. بعد ما تطلع من على النار بغطيها بفوطة او بغطا حلة علشان تطرى معانا. وبعدين جبت كوب ونص حليب عليهم 4 معالق صغيرين سكر وقلبتهم كويس جدا لغاية ما دابوا. كده الفطيرة بعد ما غطيتها كانت طرية جدا، كانت بجد تحفة. لو انتوا عايزين الفطيرة مقرمشة معاكوا لما تطلع من على النار ما تغطوهاش، سيبوها متعرضة للهواء هتبقى ناشفة معاكوا. وهنا انا قطعتها قبل ما ازقيها وحطيت عليها جوز الهند وبعد كده زقيتها باللبن. انا زودت اللبن عشان انا بحبها جوسي ما بحبهاش ناشفة. وبكده نبقى خلصنا معاكم الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.